عميل رقم 35 شباك رقم 4. تفتح حساب بنكي وانت لابس بيجامه؟ ايوه زي ما سمعت كده. زمان كنت لازم تنزل البنك عشان تفتح حساب وتملى ورق وتقعد في طابور طويل بالساعات، لكن دلوقتي بقى ممكن تفتح حساب من موبايلك وانت على السرير. البنوك الرقميه خلت كل حاجه اونلاين، من اول فتح الحساب وتحويل الفلوس لغايه الاستثمار في اسهم وسندات، وكل ده وانت مريح وبتاخد قهوتك. الموضوع بقى اسهل واسرع واوفر بكتير من البنوك التقليديه اللي كلنا متعودين عليها، لكن في ناس لسه مش مرتاحه لفكره البنوك الرقميه دي، ومعاهم حق بصراحه. في ناس لحد دلوقتي بتشوف ان البنك الحقيقي هو اللي ليه مبنى وموظفين وطوابير طويله. ايه التهريج ده؟ يعني ايه دخلوه قبلنا؟ مش في طابور؟ وطي صوتك، انت عارف ده هيوجع كام؟ 20,000 جنيه. انا هودع مليون جنيه. بره بره. وانا بقولها هموت واضحك هموت واضحك. ومش بيحسوا بالامان غير لما بيمضوا ورقه بايديهم. امضي اشول امضي اشول. او يروحوا للشباك ويسحبوا فلوس قدام الموظف. يعني لو حصل حاجه زي ان حسابك اتسرق او التطبيق اتقفل، هنكلم مين ومين اللي هيرجع لهم فلوسهم؟ لكن السؤال الأهم، هل فعلا البنوك الرقمية هي مستقبل الفلوس، ولا لسه محتاج تاخد رقم وتسمع